لما كنت بعلم ابني ازاي يروح يشتري من السوبر ماركت، كنت بقول له بص يا حبيبي، انت معاك 10 جنيه وكيس الشيبسي بيبقى 10 جنيه للأسف، فانت هتدي للراجل 10 جنيه وتقول له انا عايز كيس شيبسي فهو هيديهولك. لكن في مرات كان بيبقى معايا 20 جنيه مش 10، وبعدين اقول له يا حبيبي هتديله ال20 جنيه هيديك كام؟ يقولي هيديني 10. برافو شاطر، روح بقى. وانا بقفله على باب السوبر ماركت لانه لسه بيتعلم، وبيروح ويجيب كيس شيبسي، بس وهو بيجيب الكيس شيبسي نسي ياخد الباقي، او عمل الحركة الدنيئة اللي كل العيال بيعملوها، راح جاب بونبوني بال10 جنيه التانية وجالي مخلص ال20 جنيه كلها. فانا قدامي حاجة من الاتنين، يا اما اقول له حبيبي احنا اتفقنا على حاجة معينة وانت كنت مفروض تجيب 10 جنيه وانت نسيت، او انت غلطت والمرة الجاية هنعمل ايه عشان اعلمه ازاي يصلح الغلطة دي. يا اما هاخده وازله وحسسه ان هو غلط غلطة كبيرة جدا، فانا كده كأني قلت له انا مش واثقة فيك، انت مش قد الموضوع ده، فهو هيوصل له رسالة انا مش بعرف اشتري حاجة، انا بنسى الفكة، انا بضيع الفلوس، انا بعمل مش عارف ايه. خلاص كده هو ما تعلمش حاجة. وهو ده بالظبط اللي احنا بنتكلم عنه في الثقة، انه في الثقة انا بدي للي قدامي حق ارتكاب الاخطاء. يعني عادي انه اللي قدامي يغلط لان انا قررت اني واثقه فيه، ما هي مخاطره انا قررت اعملها، انا قررت اني واثقه في ابني ان هو هيتعلم، وهو عمره ما هيتعلم من غير ما يغلط. بنتي عمرها ما هتتعلم تغسل مواعين من غير ما تكسر طباق ويبقى في طباق ما نطفتش عدل، ويبقى في حاجات ما تعملتش كويس. عمرها ما هتتعلم تذاكر وتعمل الواجب غير لما تغلط وتجيب درجات وحشة فتتعلم من أخطائها إن هي كان مفروض تذاكر بطريقة مختلفة. عمر جوزي ما هيتعلم من أخطائه غير لما يغلط فياخد قرار ويطلع مش صح، فانا اقول له معلش يا حبيبي انا معاك، احنا هنحاول نحل المشكله دي. مش شفت بقى ما انا قلت لك، ما انت ما سمعتش كلامي. الجمل بتاعت الامهات دي اللي احنا مرات بنعملها مع جوزنا، واحنا مش مفروض في الحقيقه نعملها ولا مع عيالنا ولا مع جوزنا، اللي هو شفت بقى ما انا قلت لك، ما انا عملت، واقعد اجلده كأن انا اللي عارفه كل حاجه في الدنيا. وفي الحقيقه انه انا لو مكانه او مكان العيال هغلط نفس الغلطات عادي جدا، وهبقى نفسي قوي انه اللي قدامي يعمل ايه، يديني فرصة. ففي الثقة لما انا بدي ثقة لحد انا بديله فرصة كمان ان هو يغلط، وبفضل معاه وبفضل احاول معاه ان هو احنا هنصلح الحاجة دي، احنا هنعمل الحاجة دي مع بعض. هي دي الثقة. ولو انا مش بعمل كده يبقى انا مش واثقة فيه ببساطة، لانه الثقة هي ان انا قررت اخاطر بثقتي في الشخص ده، فعشان بخاطر بثقتي في الشخص ده انا بعمل مجهود معاه وبسنده وبقف جنبه وبقوله معلش المرة الجاية هنعمل احسن. طب اتعلمت ايه من الغلطة دي؟ طب ايه رأيك في الحاجة دي؟ طب إيه مثلا جاب درجة وحشة في الامتحان ابني، هقوله طب تعالى وريني، بص انت غالبا الغلطة دي عشان انت ذاكرت الدرس بس شكلك كده ما قريتش السؤال كويس، انت ذاكرت الدرس بس شكلك كده الحتة دي مش فاهمها، بص الحتة دي متكررة كتير قوي في الامتحان، واضح ان انت يا اما مش فاهمها يا اما ما ذاكرتهاش كويس، وهكذا. فهي دي الثقة، هو دي التعلم من الاخطاء. لكن لما انا بعلم على اللي قدامي وبذله، يبقى انا كده بوصل له رسالة ان انت مش تقدر تعمل الحاجة، او ان انت قليل، او ان انا مش واثقة فيك. فبالتالي هو ما بيكبرش، ما بيتغيرش، او بيحس انه هو اقل من اللي انا شايفاه فيه. دي كده كانت الثقة اللي هي تاني عمود في العلاقات الصحية.